نصيحة من واحدة جاية لكم من الفيوتشر يا بنات، والله انا جاية لكم من الفيوتشر حقيقي. يعني انتوا دلوقتي بتتفرجوا على الفيوتشر بتاعكم. نصيحة مني ايه بقى؟ اللي ما اتجوزتش تقول الحمد لله وتحمد ربنا، مش عشان الجواز حاجة وحشة، لا والله مش حاجة وحشة ولا حاجة، ابقى كدابة لو قلت كده. بس لان انتي في نعمة برضو، يعني انتي في نعمة انك تكوني عايشة كده يومك بدون مسؤوليات. فانتي في نعمة كبيرة انتي مش حاساها، انك تصحي براحتك وتنامي براحتك، انك تكوني مسؤولة نفسك، بس دي نعمة كبيرة قوي 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 قوي. الواحد انا مش ندمانه على اني كنت بصحى الساعه 2 من الظهر، ابدا ابدا. كنت بصحى لما ماما تزعق لي، اللي هي تصوت اصحي يا امل حرام عليكي بقينا الظهر، وبصحى بالزعيق. يعني انا اصلا لو مش ماما انا كان ممكن اكمل للعصر المغرب عادي جدا. مش ندمانه ابدا، ده بالعكس. لدرجه ان انا حتى مع اولادي، مع بناتي بالذات، لان البنت غير الولد، لان البنت حتى لما بتتجوز صحتها بتبقى غير الولد من حمل وولاده وحاجات كتير قوي. فانا حتى مع بناتي وهم نايمين بصحيهم وبعمل زي ماما، لكن مش بضغط عليهم، بسيبهم نايمين صراحه براحتهم. هيصحوا يعملوا ايه؟ الدنيا مش هتخلص، يناموا عادي، يعني ما يناموا، فيها ايه بكره ما يناموش. فانا بقول لكم والله انتوا في نعمه. عيشوا حياتكم، اتبسطوا، اخرجوا، البسوا، اعملوا، لان حتى اللبس مش هيبقى من اولوياتك. هتلبسي اي حاجه، ها اهو، يعني اي حاجه كده، البس واجري اي حاجه. فانتي يعني ايه، عيشي حياتك واخرجي واعملي كل حاجه. لعندي يا بنت الحلال لما تجيلك الفرصه المناسبه. يعني عايزه اقول لكم ما تستعجلوش. في ناس بتقول انا مش عارفه ايه، عديت ال 25 او انا ايه عديت ال 30. الناس البنت لما تخلص وتبقى مثلا توصل 26 27 بيقولوا عليها عانس في مصر. ما اعرفش ايه العانس دي، الناس دي مجنونه ولا ايه؟ هاي. فانا عايزه اقول لكم يا جماعه مفيش حد عانس، العانس عانس هنا في دماغه، والله العظيم العانس عانس في دماغه. فانتوا خليكم براحتكم لعند ما يجيلكم الفرصه المناسبه، وتوكلوا على الله، وهتشوفوا الجواز عامل ازاي. وهتصحوا من الفجريه وتحضروا الفطور وتشوفوا العيال وتصوتوا على العيال، فالدنيا هتبقى بيس خالص. ما تستعجلوش، مستعجله على الهم ليه يا لوزه؟ عيشي حياتك يا ماما، عيشي حياتك. برضو نصيحه جايه لكم من الفيوتشر، دي نصيحه تانية برضو، ان انتوا يعني لو ربنا كرمكم كده بانسان كويس واتجوزتوا، ما تخلفوش على طول. او يعني حابين مثلا، حاسين تقول لا احنا مثلا عندنا 35 سنة، اوكي هاتي فيرست بيبي مور ذان انف يا جماعة. ليه بقى؟ ليه؟ ما انا هقول لك ليه. لان انت لو جوزك من النوع مثلا اللي هو الحركي وبيحب يخرج ويدخل، وانت برضو كده، صدقيني ده مش هيحصل. مع انك تعملي كل سنة مثلا يكون في بيبي، مش هيحصل. ماشي، مش هيحصل. الحاجة التانية بقى انك انتي مصاريف اللي هي بقى ايه، مش تخليها فسحة، تخليها هم وغم، وتقعدي تفكري. ليه بقى؟ لاني تخيلي لما يسافروا 2 ولا لما يسافروا 3 4 5 6 7 8 9 10. يعني تذكرتين ولا 4 دساكر، وجبتين ولا 4 وجبات، شنطتين ولا 4 شنط، وخدي بقى من ده كتير. فانتوا لو من النوع اللي بيحبوا يخرجوا ويسافروا، لا 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 لا, لا. انتوا يعني اول 2 3 كده تفسحوا، فسحوا فسحوا يا جماعه، لعند ما تزهقوا وتملوا وتقولوا يا جماعه احنا عايشين ليه، لا خلينا نغير. ساعتها بقى ابداوا غيروا وهاتوا بيبي. الناس اللي بتقول منع الحمل وما اعرفش ايه بيأخر الخلفه وكده، اتبعوا الوسائل الطبيعيه، اعملوا عليها سيرش، روحوا اسالوا عليها الدكاتره تعرفوها. لكن ما تستعجلوش، ما تستعجلوش. انا جايه لكم من الفيوتشر، الحاجه جايه لكم من الفيوتشر. والله العظيم ما تستعجلوا. مستعجلين ليه؟ ما انا جايه لكم من الفيوتشر بقول لكم كده ليه؟ لان انا ما عادش ينفع ارجع الباست تاني، خلاص انا هنا في الحاضر، في الحاضر واللي هو الفيوتشر بالنسبه لكم. فانا بقول لكم يا جماعه، واللي وصل لمرحلتي دي يعني الحمد لله عليه العوض من العوض. بس انا مش عارفه اقول لكم على حاجه، بس يا جماعه يا ريت اللي في وصلت لهذه المرحله تشجعني بانها تعمل لي لايك وتشترك لي في القناه، واللي هي لسه في الباست ورايحه على الفيوتشر، فبمناسبه النصايح المهمه اللي انا اديتها لك دي، يا ريت تدوسي لايك وتنزلي تشتركي في القناه، لان انا هجيب لك نصايح كتير جايه لك من الفيوتشر. وبس، مع السلامه.